طبعا كلنا عارفين ان الاطفال مش بتبقى مدركة قوي ان في مخاطر حواليهم، ودي ممكن تأذيهم ازاي. واذا كان بعض الاطفال عارفين عن المخاطر دي، فده لان اما تعرضوا ليها او ان اهلهم كلموهم فيها ووعوهم، او انهم جربوا وتعلموا من ده ان الحاجة دي غلط ومش هيعملوها مرة تانية. خلونا نسمع كده افكار الاطفال عن المخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها هي ايه. ازيكم يا صحابي، عاملين ايه النهارده في حلقه جديده في البودكاست على قد علينا. وعنوان الحلقه هو الحاجات اللي خطر على الأطفال. عندك امثله يا احمد على الحاجات اللي خطر على الاطفال؟ أيوة. ماشي اتفضل. زي المقص، السكينة، كهرباء، العربية. لو الطفل كان ماشي لوحده العربية خبطته، ماشي. وما ينفعش الولد ده الصغير ينزل في الشارع لوحده عشان هيتحتف. ماشي. ومثلا زي اللي هو ممكن ما يروحش عند الحصان ويلمسه، عشان لو لمسه هو مع حد وحد وداله الحصان قال يشوفه وراح، وما ينفعش هو بقى لما راح له يلمسه، عشان ممكن الحصان ده يجيب رجله ويديله برجله. وممكن كمان ما ينزلش في المية عشان هيحرق. لازم عندي سؤال هنا، بتقول ما نزلش الميه عشان ما يغرقش. ممكن لو نزل مع حد يا رب زي مثلا ابوه مش هيغرق؟ لو نزل مع ابوه هو ابوه هيشيله، فهو مش هيحرق. زي الازاز، لو هو مسك الازاز في ايده سابه، ممكن الازاز يتكسر وابوه يضربه، او ممكن الازاز يتكسر ويتعور، يبقى معاه ازاز وفي ميه، ممكن يتعور ويتسهل. ماشي. وبس. عندك اسئله؟ حد يروح حديقة الحيوانات ودخله القفص كده معرض نفسه للخطر. وكمان عملية الاختطاف ازاي قلتها برافو. والنور. وكمان مينفعش ان احنا ندخل الحمام واحنا بنغني عشان ممكن الشيطان يلبسنا. وكمان ما ينفعش ان احنا نقرب نفسنا على النار او احنا نعمل اكل عشان ممكن تبوظ وابونا يضربنا زي ما قلت. بص، لو الولد هو اللي بيعمل الاكل لوحده في النار هيتلسع من النار والاكل هيبوظ. كمان محدش انه مثلا يروح مثلا للساحل ويخش غويط، عشان ممكن زي مثلا سمك القرش ده اللي التايجر ممكن يهجم عليه في اي وقت. سمك القرش ده يا كاسر بيبقى بعيد خالص عند البحر. ما انا قلت لك الغويط اللي هو بعيد خالص عند البحر. زي مثلا محدش يعمل شغل في المدرسة عشان ممكن ياخد طرد ويعمل استدعاء ولي امر. زي مثلا حد يقع في البلاعة، ده مخاطر. حد زي لما الحيوانات ممكن كلاب مفترسة ممكن تعضنا، عشان كده لما نمشي جنبنا كلاب ممكن نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممكن القطة تخربشك او تعضك برضه. وعلى فكرة لو الاسد والقطة كلاب، قلت لو حد عضه من الكلاب او قطط هيموت. الكلاب هتموت لكن في شرط. زي مثلا لو عضك كلب لازم تاخد 6 حقن في بطنك، ما خدتهاش هتفضل تهوى وتعمل، هتفضل 3 ايام تهوى وتبقى كلب مسعور لحد يوم التالت في اخره تموت. لكن القطط الخربشة عادية ممكن تاخد حقنتين، لكن ما فيش قطط تعض. في قطط تخربش، لا حقنتين 3، لكن ما فيش قطط تعض. في قطط تخربش بس. انا قبل كده شرط. ايوه بس بتخربش مش بتعض، فاهمني؟
لو الكلب عضني فانا هروح المستشفى واخد 10 حقن والسجن في المستشفى. في 3 حاجات. اولا مش لازم تروح مستشفى، هي ست حقن اصلا ممكن تحطها في البيت. ثانيا نفس الكلام اللي انا قلته. ثالثا ان مش هسجن في المستشفى اصل لو انت خفتها خلاص هتمشي. او الكلب ده عضك عضة خفيفة، انت مش هتاخد غير عضة، قصدي هتاخد غير حقنة واحدة. انا عارف ان عضة الكلب بتساوي 6 حقن. ليه ما اعرفش؟ ممكن عضة الكلب البسيطة تساوي 6 حقن برضه، معرفش. هو انت عندك كلب قبل كده؟ انا كنت هتعض 3 مرات. مرة كنت انا وابويا، كان الكلب نزل عليا، اما ابويا طبعا بقى عشان هو ابويا راح مصدله رجله، قام رجع لورا. وحاجة تانية لما الكلب هب عليا، عمل عليا، قمت ماسك الشنطة. عمل عليك ايه؟ يعني اللي هو بتاع اللي هو يعني عايز يعضني. قمت مصدله الشنطة على بقه عشان لما يجي يعض في الشنطة، فعلا عض في الشنطة. قمت انا ضربته وسبته، فانا عض الشنطة وفيها الناس خدوه مني. وفي المرة الثالثة كان الكلب الناس أخدتها من الكلب. المرة الثالثة كان الكلب كان بيجري عليا وبيهب باين على وشه ان هو هيعضني. قام واحد نزل من العربية عمل له كده، يعني صدر رجلي برضو. قام خاف 3 مرات. لما ابويا ونزلت مرة كان الكلاب كانت هتعضني، بس طلعت قال لي الكلام ده كله اللي انا قلته لك، ان العضة بتساوي 6 حقن وممكن تتسعر وتموت وكده. يعني لو انت اخدت 6 حقن خلاص هتخف؟ ما اعرفش بس ممكن تخف، بس لازم ترتاح وتروح المستشفى بس تقريبا. تخف وممكن ما تخفش على فكرة. لو عملنا الدكتور اللي قال لنا عليه هتخف. نعمل ايه عشان ما يحصلناش الحاجات اللي قلنا عليها؟ مخاطر. اول حاجه زي مثلا انا هتكلم اول حاجه على الكلب. اول حاجه تعدي، يا اما تعدي مع واحد كبير، يا اما تعدي انت لوحدك وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعدي، او تعدي من مكان ابعد من مكان الكلاب ده. انت ممكن تمشي في مكان تاني، وممكن تديله عظمة تحتفها او شجرة تحتفها، هو يروح وانت تروح جاي على طول. او ممكن انت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب انت ايه رايك عشان ما نكهربش نعمل ايه؟ معروف ما نلمسهوش. ما نلمسهوش يعني؟ انت عايز تحمي نفسك من النار هتعمل ايه؟ همشي واسيبها. طب لو في بيتك؟ همشي واسيبها برضه. وفي ايه؟ ما تقربش من النار مثلا؟ او ممكن تطفيها، او نجيب حد يطفيها، او نبقى جعانين ونعمل لنفسنا. لا، نجيب حد يعمل لنا اكل. ماشي. طب لو بتحب تستخدم المقص والسكينة بتعمل ايه؟ اقول لحد يعمل لي اللي انا عاوز اعمله خلاص بقى. طب وانت هتعمل ايه في المواقف دي؟ عمل حاجتين. اولا مهندسة الكهرباء، ثانيا اجيب حد كبير يعمل لي اكل، وكمان ثالثا ممكن انا اطفي النار، وممكن انا اجيب حد معايا يطفيها معايا عشان انا كبير شويه، بس بقى اعرف اعمل اكل شويه بعرف اعمل مكرونه، لكن بس بتلسع وبعمل حاجات وامي اصلا ما تخلينيش اعمل. بس في مره عملتها انا وسيف اخويا. يعني جبت حد يقف معاك؟ في مره لا، في مره عملت لوحدي، في مره جبت حد يعمل معايا اللي هو اخويا سيف. يعني نقول لاصحابنا ايه عشان ما يعرضوش في المخاطر دي؟ اولا لازم يجيبوا حد كبير يقف معاهم، ثانيا ما يعرضوش نفسهم للخطر، ثالثا خليكوا بعيد عن المخاطر. لما نبقى صغيرين اصحابي نطلب السعادة، لكن لو احنا كبار ما نطلبش المساعدة
ونعملها، او ممكن لو احنا كبار بس مش عارفين نعملها نخلي حد يجيبها لنا، او احنا صغيرين نعرف نعملها نعملها لوحدنا. يا صحابي كان حلقة ازاي نتكلم المخاطر في بودكاست على قد علينا. باي. بعد ما سمعنا طفلين في موضوع المخاطر على الأطفال، طبعا قدرنا نعرف ان الأطفال عندها وعي كفاية بالمخاطر حواليها، بيعرفوه من مصادر متعددة، وأولها بيكون الأهل في البيت، انهم مثلا بيوعوهم بشكل مباشر أو غير مباشر، أو مثلا لما يحصل موقف انه ده حاجة خطر عليك فما تعملهاش. لكن يفضل ان احنا نعلم ولادنا من البداية كده ايه هي المخاطر. يعني في قعدة من القعدات اللي احنا قاعدينها مع اطفالنا ممكن نبتدي نوعيهم عن المخاطر اللي حواليهم وممكن يتعرضوا لها، سواء في البيت او بره البيت، سواء المخاطر المادية او غير المادية برضو. يعني مخاطر زي ايه؟ زي الحاجات الملموسة زي السكينة، كهرباء، اي حاجة من دي. وكمان المخاطر المعنوية، بمعنى نوضح لهم كده او نديهم نبذة عن ايه ممكن مخاطر تحصل لهم في الشارع من غير ما نخوفهم، ومش لازم نوضح زيادة عن اللازم بشكل هم ما يفهموهوش. احنا بنخاطب كل بالطريقة اللي يقدر يفهم بيها المعلومة اللي عاوزين نقولها، لكن واجبنا ان احنا طبعا نوعيهم بالمخاطر دي من وهم صغيرين، ونعرفهم كمان ازاي يحموا نفسهم من المخاطر دي. في بعض المخاطر طبعا هيتعرضوا لها في دراستهم للمناهج، لكن يستحسن ان احنا ما نستناش لحد رابعة وخامسة علشان الاطفال تبتدي تفهم يعني ايه مخاطر ويعني ايه احمي نفسي من المخاطر. يفضل انه من البداية كده من وهم صغيرين، وخصوصا في السن الصغير قوي اللي هو اصلا اكتر سن بيتعرض للمخاطر. وكل سن زي ما اتفقنا بتخاطبوه بالطريقة ناسب عقله علشان يقدر يفهمها ويستوعبها كويس. فخلي بالكم كويس من اطفالكم، وانتوا هتبنوا فيهم قوة الشخصية بطرق كتير جدا، من ضمنها ان انتوا توعوهم بايه ممكن مخاطر يتعرضوا لها ايا كان نوعها ايه، وازاي يقدروا يتعاملوا معاها. لو عايزين تفهمونا اسمعونا.